جبتلك يا حاجة كل الخضار اللي قلتلي عليه وكنت حاطه في المطبخ، شفتيه؟ بقى ده منظر خضار تجيبه؟ جايب الحاجة كلها بايظة. بايظة ازاي بس يا حاجة؟ ده انا اللي منقيها. وانت بتعرف تنقي حاجة ولا بتعرف تعمل حاجة؟ جايب الحاجة كلها بايظة ومفعصة في بعض. ازاي بس يا حاجة الكلام ده؟ بقولك انا اللي منقيه. او ده اللي انت بقى فالح فيه تقعد تقاوح معايا وخلاص؟ وانت جبت الحاجة بقى من انهي محل؟ من الراجل اللي تحت البيت. هو انت يا راجل انت ما يهمكش كلامي ابدا؟ هو انا مش قايلالك هات من الراجل اللي على اخر الشارع؟ يا حاجة ما اللي في اخر الشارع ده بعيد، انا قلت هي واجيب من اللي تحتينا ده وخلاص. لا انت جبت من اللي تحتنا عشان اسعاره ارخص، صح؟ ما انت بخيل، هقول ايه بقى؟ ايه يا حاجة لازمة الكلام ده بس دلوقتي؟ انت الله يسامحك هتجنني، كل حاجة لازم تعمل عكسها. هو انت مفيش حاجة بترضيك ابدا؟ يا اخويا روح شوف السيد صاحبك معيش مراته ازاي ودايما مبسوطة. ماشي يا حاجة، انا نازل دلوقتي. رجالة هم. خير يا اسماعيل، كلمتلي وقلتلي عايزني ضروري، في حاجة ولا ايه؟ والله يا سيد يا اخويا مش عارف اقولك ايه، انا تعبت. خير يا اسماعيل، تعبت من ايه؟ انا ومراتي كل يوم في خناق وكل يوم في زعيق، ومهما اعمل ما بيعجبهاش اي حاجة من اللي بعملها. ياه للدرجة دي؟ اه والله يا سيد يا اخويا زي ما بقولك كده. ما تقولي كده، انت بتعمل ايه مع مراتك عشان اعمل زيك؟ بص يا اسماعيل يا اخويا، انا رحت خدت دورة تدريبية اسمها فن التعامل مع الزوجة، ودي فادتك قوي بقى على كده. اه امال ايه، وبعد ما تخلص الدورة التدريبية بيدوك كتاب عشان بعد كده تتعامل مع كل المشاكل اللي بتقابلك. ده لو على كلامك بقى وصح، ده انا اروح احجز معاهم من النهاردة. لا روح وهتدعيلي. مبروك يا استاذ اسماعيل، انت كده خلصت الكورس بنجاح. الف شكر يا مستر والله. وهتاخد كتاب وانت خارج للمشاكل الزوجية عشان اي مشكلة تواجهك تعرف تحلها. تمام يا مستر. اروح بقى البيت عشان انفذ كل اللي انا اتعلمته. انت جيت يا اخويا؟ ايوه جيت. كيف حالك يا اميرة كل النساء؟ بتقول ايه؟ قول كده، كنت بتقول ايه تاني؟ بقولك كيف حالك يا اميرة النساء يا تاج راسي.